هذه هي اللحظات التي يتخذ فيها رجال الشرطة قرارات سيندمون عليها إلى الأبد. لنبدأ بضابط أطلق رصاصة، إلى أن اكتشف أن المشتبه به لم يكن سوى طفل وكان يحمل مسدساً لعبة في الواقع. في 15 من يناير عام 2019 استجاب ضابط شرطة من مدينة تيمبي بولاية أريزونا لبلاغ عن نشاط مشبوه يتعلق بمركبة، وعندما وصل إلى المكان شاهد شخصاً داخل السيارة يحمل ما بدا وكأنه سلاح ناري، مما مهد الطريق لمواجهة متوترة. Let me see your hands! 998, shot fire. One subject running southbound through the alley. He's got a handgun. He's got a handgun. Arms up! Let me see your hands! Let me see your hands! I will shoot you again! تم ارتكاب خطأين عندما أطلق هذا الضابط النار على المشتبه به. أولاً، لم يعرف بنفسه كشرطي، وهو أمر مطلوب وفقاً للقانون. ثانياً، كان مستوى القوة الذي استخدمه غير متناسب إطلاقاً مع تصرفات المشتبه به، حيث إن الأخير كان يفر فقط. ولزيادة الطين بالله، ازدادت الأمور سوءاً عندما وصل المزيد من الضباط إلى موقع الحادث، واقتربوا من المشتبه به المصاب ليكتشفوا تفاصيل مخيفة. Let us take this. Just put the gun down. Put the gun down. Okay? Tuppy, please, don't move! He's dead, dude. Huh? He's dead. Pull him over. We still gotta try. الوضع ازداد سوءا. لم يكن المشتبه به غير مستجيب فحسب، بل إن ما ظنه الضابط سلاحا ناريا لم يكن سوى نسخة مقلدة من مسدس إيرسوفت. ولزيادة المأساة، اتضح أن المشتبه به لم يكن سوى طفل، ولم يكن الضابط الذي أطلق النار عليه مسرورا إطلاقا عندما علم بهذه التفاصيل. للأسف لم ينجو أنطونيو آرتشي البالغ من العمر 14 عاماً من إصابته بالرصاصة. الضابط الذي أطلق النار جوزيف جان استقال في شهر مايو من ذلك العام دون أن توجه إليه أي تهم جنائية، وقد أثار هذا غضب عائلة أنطونيو التي رفعت لاحقاً دعوى قضائية ضد مدينة تيمبي وإدارة الشرطة، وانتهى الأمر بحصولهم على تسوية مالية قدرها $2 مليون. بعد ذلك أطلق ضابط آخر النار عن طريق الخطأ على رجل كان يحمل سلاحاً مزيفاً ولم يتمكن من كبح دموعه. Fuck! I fucking told you! He pulled it! Fuck, dude! What the fuck did he do that for? سارع نائب شريف مقاطعة يونيون في ولاية أوهايو إلى موقع الحادث بعد مكالمة طوارئ أفادت بأن رجلاً يدعى ماثيو تود هانتر كان يلوح بسلاح ناري ويهدد بإطلاق النار على الجميع، وهو يصرخ قائلاً: سنموت جميعاً. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up now! 58, I got one at gunpoint. Okay, just put your hands out of the car. Okay? Okay, we'll figure it out, but we have a report of a gun, okay? No, he has no gun. Okay, you need to chill out and stand over there now. Okay, step out of the car for me, bud, okay? Step out of the car for me now. Get out, slowly get out of the car. Keep your hands out. Drop the gun!
58 shots fired! Shots fired! Don't move! Don't move! Don't move! Back away! Back away from him! Back away! Don't touch it! Don't touch it! لم يتردد الضابط للحظة. أطلق النار فور أن وجه تود هانتر سلاحه نحوه، لكن عندما اندفعت عائلة تود هانتر إلى الخارج كشفوا عن تفصيل حاسم غير مجريات الموقف بالكامل. No, just that. What do you call that? Get back! I need you guys to get back. Get back! Get off back. of me! You had a Get fucking back. gun! He Get didn't back. have a gun! You need to get back. He didn't have a gun! We need to get him help. He is dead! You guys shot him right in the heart! Oh my god! من الجنون أن عائلة تود هانترز لم تخرج لإخبار الشرطة بأنه كان يحمل سلاحا مقلدا إلا بعد وقوع الحادث، رغم أنهم لم يتدخلوا في وقت سابق لتهدئته، بينما كان يثير كل هذا الفوضى. في النهاية تبين أن السلاح كان مزيفا بالفعل، لكن حينها كان الأوان قد فات. الضابط تصرف بناء على المعلومات المتوفرة لديه في تلك اللحظة، لكن ذلك لم يجعل النتيجة أقل مأساوية بالنسبة له. Fuck! You're right. Okay, you're right. Stick up the sunglasses. Fuck, dude. Come on. What the fuck did he do that for? Come on. Here, hop on this kid. Wait a second. Dude, what the fuck? Hop in. Did you discharge? Yeah. God damn it, dude. You're right, brother. Dude, what the fuck, man? You did what you had. What the fuck did he do that for? تود هانتر لم ينجو من إصابته بالرصاص، وعلى الرغم من أن التحقيق اعتبر تصرف الضابط مبرراً، إلا أن ذلك الضابط لا يزال يحمل عبء تلك اللحظة ويشعر بندم عميق حتى يومنا هذا. والآن ننتقل إلى ضابط شرطة آخر انهار بالبكاء بعد أن قتل زميلاً له في العمل، وتبين لاحقاً أنهما كانا متزوجين. في 20 من أغسطس عام 2023 هرعت شرطة مدينة أوكلاهوما إلى أحد المنازل بعد أن تلقوا اتصالاً عبر رقم الطوارئ من مراهق مذعور سمع 5 طلقات نارية صادرة من غرفة المعيشة. كان والداه وهما ضابطا شرطة قد دخلا في شجار قبل ذلك بلحظات، ولم يكن لديه أي فكرة عن أي منهما أطلق النار على الآخر. Mister, is anybody else in there with you? No, my wife? Is she okay? No. We need to help her, but we can't help her unless you help us. You know how this works. Don't Okay. have a weapon. Please don't have a weapon. Don't have a weapon? Please don't have a weapon. I have my phone. Okay, come out to me. Come out to me. Come out to me. Hey, come out to me. Uncle, come see me. 116 is coming out. Uncle, come see me. Go ahead and Uncle Charles. Come on out, man. Come on out. Come on out. Charles, Bruce. Stay right there. Mister. Stay right there. Charles, Uncle. Put your hands behind your back, man. Uncle. Stop. Stop. Charles. Yes. Yeah, breathe, man. Breathe. Charles. Breathe. Uncle, come see me. Please. الرجل الذي تم اعتقاله هو فون كانون، نائب شريف في مقاطعة كليفلاند، ويبلغ من العمر 42 عاماً. ووفقاً لما أفاد به ابنه المراهق في مكالمة الطوارئ، فقد كان والده هو من أطلق النار، مما أدى إلى مقتل والدته جوردان كانون، وهي أيضاً نائبة شريف في نفس القسم. وكشف تقرير تشريح جثة جوردان عن حقيقة مروعة، إذ استخدم فون سلاحه لإطلاق النار على وجهها 12 مرة دون أن يترك لها أي فرصة للبقاء على قيد الحياة. وأثناء التحقيق زعم فون أنه لا يتذكر واقعة إطلاق النار، بل يتذكر فقط الجدال الذي سبقها.
وقد وجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى، وحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. والآن ننتقل إلى ضابطة شرطة اضطرت إلى القيام بشيء لم تتخيل يوماً أنها ستضطر إلى فعله في مسيرتها المهنية. في 21 من سبتمبر عام 2020 استجاب ضباط شرطة أتلانتا لبلاغ عن اضطراب منزلي يتعلق بزوجين، ولم يكن لديهما أدنى فكرة أن الأمور كانت على وشك أن تصبح أكثر فوضى بكثير. You got the keys? I need the roof. Come on. I'm telling you what's going on, so you got my arm and everything. I got you on record everything. Voice record everything. You pulling on me? Hey, open the door. You pulling on me? You black and you pulling on me. أبلغت الزوجة أن زوجها كان يتصرف بعنف جسدي، وقد تمكن الضباط من التأكد بأنفسهم من أنها لم تكن تبالغ، إذ وجدوا صعوبة في السيطرة عليه بينما كان يقاوم بشكل واضح، لكنهم اضطروا فجأة إلى تغيير خطتهم والدخول في حالة تأهب قصوى عندما أقدم الزوج على تصرف جريء وخطير. Look what he grabbing for. You gonna taser me? Bro, get out the car. I'm just trying to stop my wife from leaving. Dude, I got a whole loaded pistol on me, sir. Bro, fucking... It is loaded. It's loaded. It's been loaded, sir. Bro, it's been loaded. Damn, man, what are you doing? Bro, what the fuck are you doing? It's not loaded. No, we're not gonna play these fucking games with our guns. He need to get his shit together. It's a crime pass, sir. Hey, man. She gonna leave me. Miss, can you get out the way, please? She gonna leave me. انسحب الضباط إلى الخلف باستثناء واحد بقي في المكان، يحث الرجل على الاستسلام ويحذره من أن ما يفعله فكرة سيئة للغاية، لكن المشتبه به لم ينصت. خرج من السيارة وبدأ بالركض ولا يزال يحمل المسدس، وعلى مدار أكثر من 10 دقائق طارده الضباط وهم يحاولون إقناعه بإلقاء السلاح والاستسلام، لكن عندما اقتربوا منه أخيراً وواجهوه اتخذت الأمور منعطفاً خطيراً مع عواقب غير مقصودة تماماً. Put it down! Damaso, he grabbing for something. It's not a gun. He got the gun back in his hand. Put it down! Put the gun down, man! Put it down! She's not going no fucking well. And I'm telling you. Come on, put it down! She gonna get pissed. Put it down! Put it down! Put it down! Oh, you shot me. You shot me. You got it. You got it. You got it. You got it. You shot me. الضابطة لم تتردد، أطلقت النار على المشتبه به في اللحظة التي اقترب فيها منها بشكل خطير، قرار اتخذته في جزء من الثانية بين حياتها وحياته. رصاصتها أسقطته أرضاً، لكن العبء النفسي الذي تركته تلك اللحظة عليها كان أثقل بكثير مما كان يتوقعه أي أحد. Get on the ground! Get on the ground! Put your hands out! Put your hands out! Oh my God. Okay, I'm good. Okay. We good. Can you stop me at Grady, please, radio? Okay, Grady is in route. We're done. McDonald, calm down. Calm down. Calm down. Calm down. Calm down. I'm sorry. Okay, you fine. كانت الضابطة في حالة لا يرثى لها، غارقة تماما في مشاعرها وغير قادرة على التماسك. ولم يزد الأمر إلا سوءا عندما تأكد لاحقا أن المشتبه به دارين بيل البالغ من العمر 28 عاما كان قد فارق الحياة بالفعل عند وصوله إلى المستشفى. لم توجه إليها أي تهم، إذ خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار كان مبررا.